كيم كلهم وقعوا من على السلالم وهم بيحاولوا يتجسسوا عليهم. على طول بنلاقي الشغالة الخبيثة ما ضيعتش وقت وصورتهم بالموبايل، وظهر في الفيديو وهم بينادوا على بعض بألقاب عائلية ما بينهم، وعرفت تمسك عليهم فيديو، وطبعا هي اللي بقت ماسكة الدنيا دلوقتي وبتهددهم وبتقول انها تفضحهم عند عائلة بارك لو ما سمعوش الكلام. بعدين بنشوفهم فوق وهم قاعدين، بس عائلة كيم كانوا رافعين ايديهم ومرميين على جنب، والشغالة وجوزها قاعدين بيستمتعوا بالبيت. وفضلت الشغالة كمان ترمي عليهم كلام وبتقول لهم انهم مبهدلين الاوض وخنازير، وبتقول ان لما عائلة بارك كانت بتمشي كان بيطلع جوزها وبيقعدوا باحترام وبيحترموا البيت في غياب الناس. وبينما هي بتتكلم بنلاقي عائلة كيم بيهجموا عليهم فجأة، ومرة واحدة بياخدوا منها التلفون. بنشوف الاب كيم وهو بيمسك جوز الشغالة، والبنت كانت بترمي خوخ على الشغالة القديمة علشان توقعها، وكو كان اخذ الموبايل وبيحاول يمسح الفيديو بتاعهم. وخلال الضرب ده كله ما كان شغال، فجأة بنلاقي تلفون البيت بيرن، وبعدها الام كيم بترد على التلفون وبتنصدم لما سمعت المدام بارك بتطلب منها تجهز العشاء عشان هم راجعين بدري بسبب ان العاصفة منعتهم يكملوا الرحلة بتاعتهم. واول ما قفلت بنلاقي العيلة كلها تجري بسرعة.